الثقة بالنفس أساس لتجاوز المحن. هكذا تناولت عنوانا لمقالي الأخير عن هذه الظاهرة المهمة في الحياة، فكثير من الناس تتزعزع الثقة بذاتهم بسبب ضغوط أو صعوبات للحياة، لذلك نراهم هم الأشد ضعفا في تجاوز المحن. الثقة بالنفس هي أساس لتجاوز المحن. ولكن اسمحوا لي أحبتي المتابعين قبل البدء أن أحيي كل أم سورية وكل أب صاحب عائلة لم يغيرها شكل هذا الإعصار الذي مر على بلادنا الحبيبة سوريا، وكان مخططا أن يقتلع جذرنا وهويتنا ووطننا. ويسرني أن أقدم أحبتي بعض ما أشعر أنه لزاما علي أن أكتبه لدعم صمودنا بوجه هذه الغائلة التي خيمت لسنوات طويلة لانتزاع بسمتنا التي تأبى الانصياع لذاتنا الإنسانية. ومن هنا أقول أن الحياة تنقلب لأكثر من وجه، وذلك بسبب خبراتنا بالحياة التي تفرض لنا كيف نتعامل مع المحيط بروحية أو بدون أن ننسلخ عن جلدنا الأساسي. إما أن نكون سعيدين ونشعر برغداء العيش، أو هنالك ظروف بائسة وقاهرة. ولكن الأهم من كل هذا كيف نفكر بأن كيف نجتاز هذه الظروف المعقدة وأيضا القاهرة، ننجو بأقل الخسائر التي تمر من حولنا. طبعا ولا نتلف الأماني والرغبات للمستقبل لأولادنا. الواقع يختلف من أسرة لأخرى، فهنالك لكل أسرة أسلوب في ميدانها تواجه من خلاله الظرف. فالبعض يرفع الراية مبكرا نتيجة عدم أهليته لمواجهة أصلا، أو عدم امتلاكه للأسس والمقومات للصمود، والآخر يسارعها وهو مهزوما وغير صامد من بين آونة لأخرى، ونراه بأنه يظن بأنه منتصرا وما هو بمنتصر إلا على جراح الناس حين يتاجر بقوتهم ويستغل الظرف القاسي لصالح إسراء جيبته على حساب معاناة غالبية الناس. أحبتي، ما أود أن أيضحه أننا بتنا نعيش بزمن أصبحت فيه ضروريات كثيرة، وكما لو كانت هي الكماليات بحد ذاتها، فبتنا مهووسون بأشياء نعتبرها أساسا لحياتنا، ولكن لن يغيبنا استخدامنا لهذه الكماليات أو الأساسيات كما يريد تجار الأزمة أن يسمونها عن تفكيرنا وأرقنا الذي يقود مضجعنا لنتمرد على هذه الظروف ونكون من الناس التي نجت وهي تصون مبادئها لربما. فإن الظرف ليس بشماعة لنعلق عليه أخطاءنا، ولا ينبغي أبدا أن نتجرد من روح التعاون والألفة والمساعدة، فالتعاون والمحبة ما يدفعنا إلى أن نستمر في هذه الحياة المريرة رغم الظروف البائسة. وعلينا دوما أن نتذكر أن هنالك رب يعبد له قدرة وحكمة في كل شيء يكون في هذه الحياة. ولربما هذه الصعوبات تجعلنا نستعيد بريق الحياة، وتكون هي الخطوات لنبني عليها جسرا لنعبر إلى الضفة الثانية بسلام. معكم الدكتورة سراب الشاطر، الباحثة الاجتماعية في قضايا المرأة والمجتمع. تحياتي لكل المتابعين.